على هذا الملف مخيف. ونقول مرة أخرى أن الدولة يعني تضيع موارد مالية كبرى المفروض أن تكون في خزينة الدولة. ما عندناش عداء تجاه أصحاب المقاطع. طبعا قطاع البناء وقطاع العقارات وقطاع الطرقات والصفقات الكبرى تحتاج إلى المقاطع التي تنتج الرمل والجرافية الحجارة والرخام وتنتج الطين وتنتج كل المنتوجات التي يستفيد منها أصحاب المشاريع الكبرى في قطاع البناء والتشييد. لكن اللي يقولوا أنه لا يمكن أن تظل القوانين تحمي أقلية تستثري على حساب الأغلبية. وين المشكل؟ المشكل في هذه التشريعات التي صنعت وقدت على مقاس رجال أعمال. نجي ونعطيه الرجل أعمال مقطع حجارة، مقطع رمل، مقطع رخام، مقطع طين، ياخذوا بالمجان. ودائما هذه الشركات الغريبة الجامع بينها يعني من عام 60 لليوم هو أنها حين تصرح لإدارة الجباية دائما تقدم تصاريح جبائية أنها خاسرة كلها جميعها. يعني الجامع المشترك أنها تبيع يوميا آلاف الشاحنات بهذه المنتوجات وخزينة الدولة لم تستفد. هذا السؤال الذي نطرحه. ما عندناش عداء تجاه من تحوزوا على هذه الرخص. ما نحن في دولة الرخص فلان ياخذ رخصة، هي كيفاش خذاها؟ ما نسأل السؤال شنو القانون الذي مكنه من الوصول إلى أنه ياخذ مقطع يورثه لأبناء أبنائه. فما شكون عنده 60 عام عنده مقطع يعني وعائلته ما يشتغلوش ما يخدموش والماء والأموال كالأمطار تنزل عليهم وبقية الشعب التونسي جوعانة أسفة. ما هذا هو الكلام اللي لازم نقولوه. يعني المسألة تتعلق بتغيير التشريعات في إسناد الرخص وفي مراقبة الموارد المالية المتأتية من هذه الرخص. العملية سهلة جدا. أول شيء نطالب به هو إجراء جرد لعدد المقاطع الموجودة في تونس. قداش عندنا من مقطع؟ ما هو معلن الآن تقريبا 850 مقطع، 850 منهم 750 مسندة إلى رجال أعمال و100 مقطع تابعة لمؤسسات الدولة بارك مش قاعدين يخدموا فيها. لكن الأعمق من هذا أنه عندنا مقاطع عشوائية غير معلنة. يعني العدد قد يتجاوز 1600 مقطع بين قانوني وغير قانوني. ويقولوا غير قانوني الذين يستمعون إلينا من جهة عين فضيل في الكاف في المثلث بين مكثر ومنطقة اللاس ومنطقة القصور يدرك أن هنالك أزيد من 15 قمة جبل تم محوها بالكامل، سرق منها كل الرخام الموجود فيها. سرقته عصابات. راهو نحكيو باش تسرق مش تسرق حاجة، هذه لازمك تكسر وتهز تجيب ديزونجان يعني آليات وشاحنات وتحمل هذه وتوصلها وتصدرها. يعني هذه العملية تمت منذ يعني أصحاب المقاطع هؤلاء رجال طبعا هي مقاطع غير قانونية في أغلبها. ربما يستغلونها أصحاب مقاطع. خلينا نكمل لك. من 2011 مارسوا هذه العملية لسنة 2025. يعني تمكنوا من تصدير أجود أنواع الرخام اللي ما نعرفوش في تونس. رخام أزرق على جرانيت على أنواع لا نعرفها تمشي لإيطاليا ثم تجينا لتونس على أساس أنها تصنيع إيطالي بعد إدخال بعض التحويرات عليها. لكن هذا المشكل مش هنا فقط. عدد المقاطع نطالبوا وزارة التجهيز اللي هي الوزارة المعنية بنشر قائمة. ما نشرت قائمة للباعثين العقاريين قالت عنا 3000. هي تعطينا قداش عنا من مقطع أسندته هذه الوزارة ولجان المشتركة اللي معها أسندوها إلى رجال أعمال. هذا في الجزء الأول. شكون الناس هذوما اللي واخذين الرخص؟ وخلنا نقوم بعملية مراقبة جبائية معمقة على أصحاب الرخص قداش أنتجوا قداش خلصوا للدولة. العملية سهلة جدا جدا علميا بقياس المساحة والعمق بالأرض. ينجم هذوما جماعة التوبوغرافيا يخرج لك قداش خرج من المنتوج وقداش سرح في الفواتير. لأنه جزء كبير من منتوجات هذه المقاطع يتباع في النوار يتباع اون ليكيد سبيس. وما يسرحوا كان كي يسرحوا للدولة كي تبيعوا المنتوجات للدولة يعملوا فيها فاكتوراسيون. يعني كي نحكيوا على هذا الكلام راهو مش معقول أنت تاخذ مقطع يصب ميزان فلوس على أبنائك باش أنت تركب في اليخوت وفي الطائرات وتعمل حسابات بنكية في الخارج وبقية الشعب التونسي لا موارد له. ما نحن ضيعنا في موارد الطاقة خاصة النفط والغاز وخلطنا عليهم الطاقة الشمسية التي بصدد التفريط فيها. مفرطين منذ سنوات طويلة في موارد الطاقة في موارد المقاطع. ما نطلبه الآن أنه هذا ملف يجب أن يفتح ويجب أن نحاسب من استثرى على حساب المجموعة اللي ما خلص فلوس يخلص الدولة. اثنين، يجب أن ندرك كذلك مسألة أهم من هذه. أخي كيف تسند هذه الرخص؟ عندنا مقاطع صناعية ومقاطع تقليدية وعندنا لجان. ثم من يراقب هذه الرخص؟ وهذا هو شكون يراقب أصحاب المقاطع.
المشكل انه كي يعطيوه مثلا يقولوا مش تستغل المساحه نتاع 2 هكتارات، مش تلقاه امتد ل 20 هكتار. ولدينا الانموذج نتاع جبل الميانه قرب بوربا الذي دمر بالكامل ووصل التدمير الى سحق المائده المائيه وتدمير عيون ماء تاريخيه عندها مئات آلاف السنين وهي تجري بالماء. يعني اللي يمشي توا لجبل الميانه في بوربا الذي دمر بالكامل، سكان بوربا يعيشون الفقر وجماعه المقاطع شيخه بالرخص. ثم لدينا جبل الرصاص، وهذا نداء الى وزير البيئه اللي هو غايب، الى وزير املاك الدوله، الى وزير الفلاحه، الى وزير التجهيز، كيف يتم اسناد ترخيص لسيمونتوري دو كارتاج انها تنتصب في اكبر جبل ومن اجمل المناطق الطبيعيه في تونس. تم هذا في 2005 و2006 وقت اللي قرروا انهم يعطيوا ترخيص لصهر الرئيس الاسبق بالحسن الطرابلسي. بالحسن الطرابلسي مشى من 2011 واستمرت الجريمه. بامكانك انك المصنع هذايا تعطيه جبل من الجبال الجرداء البعيده عن المناطق الخصبه والبعيدة عن السكان. طبعا راهو السكان تضرروا. نعم. شفت كي يعطيوا رخصة ما ينظروش السكان اللي يسكنوا عندهم عشرات السنين هناك ولا يهمهم في منازلهم تدمر وحياتهم تسحق مش بالغبار وبالتفجير الديناميت. والكلام هذايا حول حياة هؤلاء السكان إلى مأساة، وهذا مش كان في تونس. في تونس العاصمة برا شوف منطقة النحلي وجبل عيار وجعفر ورواد، هذه مقاطع عندها 50 عام والسكان تضرروا ومنازلهم تشققت وما يتكلم عليها حد. ما انت تعرف حين يسند مقطع يجب ان يراعي المسائل البيئيه. والسيد هذا بعد بيدمر المقطع يخليه يردم هكاك، ما فماش اعاده احياء لهذه المناطق، ما فما حتى شيء من هذا. ثم عندنا منطقه فايف في سيدي بوزيد ومقاطع القصرين التي سرقت 56 مقطع في القصرين، سرقت منها الرخام عبر 20 عاما والقصرين لم تستفد من هذا، لا تالا والقصرين، والرخام هذا اغلبه صدر الى الخارج. ما نحلوش نحن ابحاث هؤلاء الذين صدروه. وين الاموال اللي صدرت بها وين ما جاش للدوله التونسيه؟ دونك هذا الكلام ليس الهدف منه استهداف هؤلاء، ولكن يجب ان يفتح هذا الملف وتفتح مساله التقصير في اجراء الرقابه. ما فما اجهزه رقابه طبعا تتبع وزاره الداخليه، يجب ان تلاحق هؤلاء وتراقبهم بصوره يوميه في مساله التوسع في المقاطع وفي مساله التهرب، انه يخرج الكاميون سون فاكتور او بفاتوره مفتعله. هذا فتح باب طويل. ملفات المقاطع مش مرتبطه باصحاب المقاطع، مرتبطه باسناد الرخصه، كيف تسند والى اي زمن تمتد ومن يراقبها. وهذا فتح باب واسع للارتشاء، والارتشاء اقليه واستغناء اقليه على حساب الاغلبيه المفقره. الدوله ما عندهاش موارد ونقترضوا من الخارج. الموارد نتاع المقاطع بامكانها ان تحول كل المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات وتحل لنا ازمه الدواء وتحل لنا ازمه الفقر في تونس. مش معقول انت تحت عنوان انك انت مستثمر وبين قوسين هو استعمار، هذا اني نعطيك المقطع مجانا، انت تبيع للدوله. احدهم اسندوه رخص، اعطوه مقطع المده هذه نختموا على ملف، اعطوه مقطع. بالمقطع هذا باع لوزاره الفلاحه فقط منتوجات بقيمه 20 مليار، حتى نفهم. بقيمه 20 مليار باع لوزاره الفلاحه لتشييد سد بقيمه معناها منتوجات مقطعيه بقيمه 20 مليار. باش تفهموا الحجم الارقام. سي معز، وقتاش بالضبط الناس هذوما تحصلوا على الرخص نتاعهم؟ لليوم مازالوا يتحصلوا في وزاره التجهيز واللجنه، اللجنه مشتركه. اغلب المقاطع لا شوف، المقاطع هذه تسند بشكل دوري لم تتوقف، لانه القانون قانون فاسد يسمح للجان هذه يعطيوا المقاطع تحت اي عنوان. يتم توريثها تقريبا. يا نايله حتى الاسبوع هذا مازالوا يسدوا بالرخص، وفما قائمه الذين ينتظروا. رد بالك مش اي شخص نجم نقدم انا وياك مطلب الحصول على رخصه كي نقعدوا 1000 عام ما نتحصلوش عليها. المساله مرتبطه بتشكيله من علاقات الزبونيه وتوازنات القوه داخل السلطه دائما. والكلام هذا يجب ان يصير رئيس الدوله. طريقه الاسناد تخضع لضغوط سياسيه وعلاقات بالسلطه وعلاقات براس المال دائما في كل الانظمه السياسيه. هذا نزيف يجب ان يتوقف الان، ويجب أن تخضع هذه المقاطع للقانون. وأن تراعي مسألة البيئة أول شيء، وأن تراعي مصلحة أن الدولة هي التي يجب أن تستفيد. مش معقول أنت تعبي جيوبك، يعني رجل أعمال يستثري والدولة خزينتها فارغة والشعب التونسي اللي داير بالمقطع كله يدمر ويسحق. ما هذا هو الكلام اللي لازم نقولوه. يجب أن تكون هنالك علاقات تكافؤ. أنت تربح معقول، والدولة يجب أن تربح باش الموارد بتاعها تهز تعبد الطرقات اللي تكسر